التفاصيل الكاملة لتشييد ملعب بن سليمان الذي سيحتضن مباريات كأس العالم 2030. كشفت الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية سونارجيس والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ANEP تفاصيل مشروع تشييد ملعب مدينة بن سليمان الكبير الذي يرتقب أن يحتضن مباريات كأس العالم 2037. في هذا السياق، أفادت شركة سونارجيس والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة أنها أعدت المشروع المتعلق بتشييد ملعب الدار البيضاء الكبير، وذلك في إطار استعدادات المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم مونديال 2030، لافتة إلى أنه تقرر فتح طلبات عروض أمام شركات بناء الملاعب لتقديم عروضها بشأن تصورات بناء الملعب وفق المتطلبات المحددة. وأوضح ذات المصدر أن هذا الملعب الذي تبلغ ميزانية إنشائه 5 مليارات درهم سيشيد في جماعة المنصورية في بن سليمان وفق أحدث المعايير التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وسيكون مغطى بالكامل، فيما أكدت أن طاقته الاستيعابية تبلغ 115 ألف مقعد. مساحة شاسعة ومرافق متنوعة. سيمتد ملعب الدار البيضاء الكبير على مساحة تقدر 100 هكتار في جماعة المنصورية في إقليم بن سليمان، قرب مطار بن سليمان، حيث يبعد عن مدينة الدار البيضاء 38 كلم، بينما يبعد 18 كلم عن مدينة المحمدية، على مقربة من الطريق الوطنية رقم 313 الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية للملعب ومرافق الرياضة والخدمات الأساسية وخدمات الترفيه المرافقة له، فمن المرتقب أن يتم تشييد 4 ملاعب مرافقة ذات عشب معتمد من طرف الاتحاد الدولي فيفا، إلى جانب مستودعات اللاعبين والحكام، وبنايات خاصة بالمنظمين، ومباني إضافية مخصصة للمشاهدين تتضمن المرافق الصحية والمطاعم، ومحلات البيع ومحلات تجارية. وإلى جانب ذلك، سيتم تشييد فضاءات للتجمع العام ومرافق الإسعافات الأولية، ومواقف خاصة بسيارات الإسعاف، إضافة إلى مقرات خاصة بالإعلاميين والمعلقين الإذاعيين والتلفزيونيين والمصورين، ومراكز مخصصة لخدمات الطوارئ والأمن. وإضافة إلى ذلك، سيتم تشييد مواقف سيارات اللاعبين والمسؤولين، وإدارة الملعب، ومراكز التذاكر، ومركز دولي للبث الإذاعي والتلفزيوني، ومستودعات للتخزين، ومركز لإدارة النفايات، فضلا عن ملعب ألعاب القوى بسعة 25 ألف متفرج، وصالة رياضية داخلية، وصالة جمباز، ومسبح أولمبي، ومركز مؤتمرات ومعارض. وأكدت شركة سونارجيس والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة أن الغرض من تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير هو استضافة نهائيات كأس العالم 2030، إضافة إلى جميع التظاهرات الرياضية والثقافية الكبرى التي تستقطب أعدادا هامة من الجماهير. وبالموازاة مع انطلاق أشغال بناء هذا المشروع، سيتم البدء في إحداث شبكة مواصلات ضخمة، ومن بينها الطريق السيار والسكة الحديدية التي ستصل حتى مطار بن سليمان الذي بدوره سيصبح مطارا دوليا، كما سيتم إتمام مشروع الطريق المزدوجة الساحلية الرباط المنصورية. وتجدر الإشارة إلى أن تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير يندرج في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير لتمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم، تم اختيارها في كل من طنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس، إضافة إلى بناء ملعب جديد ببن سليمان. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن اتفاقية الشراكة جاءت في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعقلة بإنجاح احتضان المملكة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.